أما الآن مشاهدينا الكرام مع ابتسام سنذهب إلى فقرة الصحافة، هذه الفقرة الثابتة. صحيح. ابتسام مع الزميل صفوان أبو شنب. صفوان تفضل بعد التحية الصباحية لك ولضيفك الكلمة لك. صفوان تفضل. صباح الخير سعد وابتسام، شكرا لكما. صباح الخير مشاهدينا الكرام لهذه الفقرة الصحفية اليومية التي نقدم فيها أبرز ما جاءت به الصحف الآسيوية العربية وأيضا العالمية. قبل ذلك نرحب بضيفنا اليوم صابر الغراوي من صحيفة الراية. مرحبا بك صابر. صباح الخير. صباح الخير صفوان. صباح الخير عليك. ننتقل مباشرة إلى الصحف وما أوردته، ونبدأ بطبيعة الحال مع الصحف الأسترالية التي احتفلت كثيرا بفوز المنتخب العريض ب6 أهداف. إذن مع هيرالد سن الصحيفة الأسترالية رأت أن الفارق بدا شاسعا بين أستراليا وأوزبكستان، وأن النتيجة كانت لتكون أكبر لو لم يستبدل المدرب أوسيك هولمان وكيويل وكاهل مبكرا لإراحتهم قبل المباراة النهائية مع اليابان. وقالت الصحيفة إنه في حين كانت المباراة بين اليابان وكوريا تتسم بالندية حتى اللحظات الأخيرة، كانت المباراة الأخرى محرجة جدا لأوزبكستان بعد أن أمطرت شباكها ب6 أهداف. ومع ساندي مورنينج هيرالد كذلك اختارت الصحيفة عنوانا معبرا عن نتيجة المباراة الكبيرة، فعنونت السوكيروز يدمرون أوزبكستان بالكامل في نصف نهائي كأس آسيا. وقالت إن المنتخب الأسترالي أذل نظيره الأوزبكي ليشق طريقه بسهولة نحو النهائي لأول مرة. ومع ديلي تيليغراف الأسترالية عنونت السوكيروز يسحقون أوزبكستان بسداسية ويتأهلون إلى نهائي كأس آسيا. تحت هذا العنوان أشادت ديلي تيليغراف بالأداء المتفوق لمنتخبها الذي تفوق بشكل كامل على أوزبكستان. وتحدثت الصحيفة عن تألق الثنائي كيويل وماكاي، هذا الأخير الذي كان قد مهد الطريق نحو الفوز الأسترالي العريض. وهنا مجموعة الأهداف، كرنفال الأهداف الأسترالي في مرمى أوزبكستان وقوامه 6 أهداف. وننتقل إلى صحيفة الشرق القطرية التي عنونت زلزال الكنغر ب6 درجات بمقياس رختر، في إشارة منها إلى الأهداف ال6 التي أهلت أستراليا لبلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها وفي مشاركتها الثانية هذه البطولة. ننتقل إلى ضيفنا صابر. مرحبا بك صابر. يعني البعض كان يرشح أوزبكستان لتصل إلى المباراة النهائية، ولا أعتقد أن أحدا كان ينتظر أن تفوز أستراليا بهذا العدد الكبير من الأهداف. الحقيقه صفوان الصحافه لعبت دور كبير جدا في الانطباعات اللي احنا خدناها قبل مباراه اوزبكستان مع استراليا. الصحافه سواء كانت الاوزبكيه او الاستراليه بشكل عام كان في توجه كبير جدا من الصحافه الاستراليه على تحذير وتنبيه المنتخب لصعوبه بطوله اسيا بشكل عام، باعتبار الاخفاق اللي كان في النسخه الماضيه للمنتخب الاسترالي. الصحافه الاستراليه انتهجت نهج تحذيري وتنبيهي للمنتخب بشكل دائم منذ انطلاقه البطوله، وكان في دايما توجه الى ان المنتخب الاسترالي لم يفعل شيئا حتى الان، وان المطلوب هو اللقب وليس الفوز على الهند او تخطي عقبه البحرين او الى اخره. انا اعتقد ان النهج دوت افاد المنتخب الاسترالي بشكل كبير، وعلى العكس تماما حدث في المنتخب الاوزبكي. المنتخب الاوزبكي الحقيقه التناول الصحافه لمشوار المنتخب الاوزبكي في البطوله يعني اثر علينا احنا حتى كمتابعين للبطوله من قلب الحدث، وللاسف الشديد كمان اثر على المدرب نفسه. يعني انا شخصيا يعني لم اندهش كثيرا للتصريح الذي اطلقه ابراموف مدرب اوزبكستان قبل مباراه استراليا، لما تحدث بشيء من التهكم على منافسه المنتخب الاسترالي، وقال انه منتخب استراليا ليس البرازيل حتى نخشاه واحنا قادرون على تخطي. يعني كان في شيء من الثقه الزايده. انا شخصيا لم اندهش لهذا التصريح، لان انا كنت متابع في المتابع بشكل جيد للصحافه الاوزبكيه، وكنت بلمس مدى الثقه الزايده اللي كان بيبثها الصحافه، ثقه زايده عن الحد بشكل يعني لا يتناسب مع الخبرات الموجوده في الفريق ولا مع تاريخ اوزبكستان. يعني لعبت دور سلبي الصحافه بالفعل. يعني ابراموف لما طلع قال تصريحه دوت، البعض اندهش لان هو بيتكلم عن منتخب استراليا بهذه الطريقه، ومنتخب استراليا اثبت له في المباراه ان هو البرازيل، لان
بطبيعه الحال اوزبكستان ليست الارجنتين او انجلترا حتى تتحدث بهذه الطريقه. ابقى معنا صابر لنتابع ماذا جاء في الصحف اليابانيه بعد ان تمكنت من التاهل الى المباراه النهائيه بركلات الترجيح امام كوريا الجنوبيه. اذا مع صحيفه جابان تايمز التي اشادت بالحارس كاواشيما الذي تالق في ركلات الترجيح مانعا لاعبي كوريا من التسجيل بعد ان صد اول تسديدتين لكوريا قبل ان يضيع هونغ وونغ التسديدة الثالثة. وقالت الصحيفة أن اليابان باتت على بعد خطوة واحدة من لقبها الرابع في البطولة. ومع صحيفة كوريا تايمز في المقابل كانت خيبة أمل كبيرة، فاكتفت ذا كوريا تايمز بخبر ينقل وقائع الخسارة أمام اليابان، وقالت أن المباراة كانت مثيرة بين القطبين الآسيويين، لكن الكفة مالت لصالح اليابانيين في ركلات الترجيح. ومع صحيفة الوطن القطرية التي نشرت على صدر إحدى صفحاتها الحارس الياباني كاواشيما، وعلقت الصحيفة على صورة باللغة الإنجليزية ذا بيست أي الأفضل، الذي كان أحد الأسباب الرئيسية في فوز الساموراي الياباني على النمر الكوري الجنوبي في مباراة النهائي يوم أمس. ومع الاتحاد الإماراتي التي نقلت عن المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد مباراة اليابان وكوريا الجنوبية، ونقلت بأن المؤتمر الصحفي نقل ب5 لغات في نفس الوقت. ربما كان هناك نوع من الملل حسب صحيفة الاتحاد، وأن المؤتمر الصحفي كان طويلا بسبب استخدام 5 لغات حية في الوقت الذي تمت فيه ترجمة تصريحات مدرب منتخب كوريا الجنوبية تشو وونغ راي من الإنجليزية إلى الكورية والعربية. فقد تمت ترجمة تصريحات ألبرتو زاكاروني مدرب اليابان الذي تحدث بالإيطالية إلى 3 لغات هي اليابانية والإنجليزية واللغة العربية. صبر يعني الحارس كاواشيما ربما لعب أكثر من 50% دورا، أكثر من 50% في تأهل منتخب بلاده المباراة النهائية. هل نقول بأن هذه البطولة كانت اكتشاف لمواهب وسط المرمى؟ يعني حديث عن عامر شفيع حارس منتخب الأردن، أيضا كاواشيما، نستطيع الحديث أيضا عن محمد قاصد حارس المنتخب العراقي، أيضا قاسم برهان. هل كانت اكتشاف لمواهب في حراسة المرمى أكثر منها في الهجوم؟